زقرت تهز الحديد حبك يزيد يا شيخ. لست مع ثقافة الانتقام، ولكن أؤمن أن البعض بحاجة لدروس تأديبية بالمجان. خزينة لو ظفر بالجود ولا السيف بوحد على ذروة سنام المجد والطوح منازلها بني هاجر مبادئها يزين الوقت ولا يشيل رجال بالساعة مدهن بالشدة تحصلها فاوتهم كرم تقدير للمشينة واللافين وهذه في بني هاجر كله من جمايلها خوتهم على درب الرجال غانمين من شامة ما يغيرها زمان ولا يبدلها مثل شوال رفيقي راعي يقلط مرحبا واهلي مواجب الرفاقة بيني وبينه مكملها طريق احتاج ذرب لسان لقى بيشوح مرعن ادب ولا يحب الميل والمال تعدلها قوي الباس بالشدة ترى ما يعرف اللي يحب الطيبة وبسوقها يحسن تعاملها ابو راشد لي عدل وجابه وسيرة الوفي مواقفه تخلينا نعد اسمه من اولها شهر صيتك يا عبد الله مع لك سنة ولدرين يعز من اعتزابك يا فخر ربع تمثلها اقدر خوتك واثني عليها والعرب دارين بيوت المدح ما تنقال في ما يجملها يا لو قال مدح برجال المكرم والكرم يزين رجال خلد التاريخ واسمها فعيالها على وضح النقل المجد ذكرى الطيبين بين بني هاجر ما يجهلها المدح ولا تجاهلها خزينة لو ظفر بالجود ولا السيف بوحد على ذروة سنام المجد والطوح منازلها بني هاجر مبادئها يزين الوقت ولا يشيل رجال بالساعة مدهن بالشدة تحصلها فاوتهم كرم تقدير للمشينة واللافين وهذه في بني هاجر كله من جمايلها خوتهم على درب الرجال غانمين من شامة ما يغيرها زمان ولا يبدلها مثل شوال رفيقي راعي يقلط مرحبا واهلي مواجب الرفاقة بيني وبينه مكملها طريق احتاج ذرب لسان لقى بيشوح مرعن ادب ولا يحب الميل والمال تعدلها قوي الباس بالشدة ترى ما يعرف اللي يحب الطيبة وبسوقها يحسن تعاملها ابو راشد لي عدل وجابه وسيرة الوفي مواقفه تخلينا نعد اسمه من اولها شهر صيتك يا عبد الله مع لك سنة ولدرين يعز من اعتزابك يا فخر ربع تمثلها